ازيكم عاملين ايه؟ يا بكل بخير. معاكم هند احمد على قناه حياتك احلى من حمد. هعمل معاكم النهارده صينيه بطاطس وكوسه وجزر بالفراخ بطريقه صحيه وطعم اكتر من الرائع. ركزي معايا كده في التفاصيل ومش معايا خطوه خطوه. اول حاجه هجيب الفراخ بتاعتي واغسلها واحطها في حول النقع. بحول النقع جايب مع ميه، معلقه صغيره ملح، معلقه صغيره من السكر، عصير ليمون وسط، معلقتين كركم وخل، بصلايه صغيره متقطعه اربع ارباع كده تمام سليمه. ودي ان شاء الله هضربها مع ايه؟ صلصه الطماطم. الخضار بتاعي نص كيلو من البطاطس متقطعة حلقات، نص كيلو من الكوسة متقطعة حلقات، جزرتين وسط متقطعين حلقات. دي الفراخ بتاعتي اللي احنا غاسلينها وحطيناها في حمام النقل ومصفينها تمام. بصلاية سواء أبيض أو أحمر وسط متقطعة قطع متقطعة جوليان. فلفلاية رومي حمراء وسط متقطعة قطع لو مش متواجدة يبقى فلفلاية حمراء ألوان صغيرة، أو نص فلفلاية حمراء ألوان كبيرة متقطعة قطع تمام. معلقة كبيرة من الخل، معلقة صغيرة برضه دجاج، معلقة صغيرة من ملح، نص معلقة صغيرة من السكر، نص معلقة صغيرة من فلفل أسود، ربع معلقة صغيرة من حبهان المطحون، مرق دجاج فرن من كنور. مقادير الصلصة بتاعتي نص كيلو من الطماطم، جزراية وسط، بصلتين صغيرين أو بصلاية حمراء وسط، فلفلاية رومي حمراء وسط، أو فلفلاية حمراء ألوان صغيرة، أو نص فلفلاية حمراء ألوان كبيرة. أهم حاجة الفلفل يكون أحمر. ممكن تستخدمي على الوصفة دي كمان فلفل رومي أخضر متقطع قطع، وده هيتحط مع الخضار. أول حاجة هنجيب صينية وسط ونحطها على النار. أول لما الصينية تسخن تمام هننزل بالفراخ، نديها صدمة من غير ما مادة دهنية نهائي. اول لما الفراخ تحس انها خلاص اتحمرت هشيلها، وهنزل بالبصل بتاعي تمام، وهنزل هقلب البصل وهنزل عليه بربع معلقه صغيره من السكر. خلاص وهقلب كله بعض. اول لما احس البصل ابتدى يتكرمل هنزل عليه بربع معلقه صغيره من الملح، ربع معلقه صغيره من الفلفل الاسود ماشي، ربع معلقه صغيره من حبهان مطحون تمام، ونص كميه الخل اللي انا مستخدماها. وهقلب كله مع بعضه كده. بعد كده بقى هنزل بالفراخ تمام ماشي، وهقلب الفراخ مع البصل. انا عايزه الفراخ يا جماعه تاخد من طعم البهارات خلاص وطعم البصل. بعد كده هانزل بالميه اغطي على الفراخ خلاص، واسيب الفراخ تخش في السوا. اول ما تخش في السوا كده هانزل بالجزرتين تمام، وهغطي عليهم. اول لما الجزر يخش في السوا هشيل الفراخ بتاعتي تمام، وهنزل بالبطاطس. وهقلب كده بطاطس مع الجزر زي ما انتم شايفين كده خلاص. وبعد كده هنزل بالكوسه وهقلب كله مع بعضه تمام ماشي. وهنزل بالفلفل الرومي الوسط متقطع كده، واقلب كله مع بعضه كده. هنزل بالفراخ. مهم يا جماعه، مهم قوي ان يكون في ميه تحت الخضار. لو حسيت ان الميه قلت زودي ميه. هعمل بقى صلصه الطماطم. هضرب النص كيلو من الطماطم مع البصلتين مع الجزرايه مع الفلفلايه الرومي الوسط، والبهارات بتاعتي معلقه صغيره من برضو دجاج، معلقه صغيره من الملح، نص معلقه صغيره من السكر، نص معلقه صغيره من الفلفل الاسود، ربع معلقه صغيره من حبهان مطحون، باقي كميه الخل، مرق دجاج فرن من كنور. وهضرب كله مع بعض كده في الكبه لحد لما المكونات كلها تمتزج وتبقى عامله زي العجينه كده تمام. وبعد كده بقى هنزل بيها على الفراخ كده يا جماعه. شوفوا الخضار كده دخل في السوا زي ما انتم شايفين كده خلاص. اهو دخل كده في السوا. شلت الفراخ هنزل بقى بصوص الطماطم. هشيل الفراخ تمام وهنزل بصوص الطماطم. المهم يا جماعه ان صوص الطماطم يغطي كميه الخضار. لو حسيتي ان الصوص قليل تمام زودي ميه. بصي هبتدي بقى اقلب كله مع بعضه كده زي ما انتم شايفين كده. بصوا الصوص مغطي كميه الخضار. مهمه قوي النقطه دي. هحط الفراخ تمام وهغطي عليها لحد لما تستوي. انا عايزه كل الخضار يستوي سوا كامل تمام. هاروح بقى اعمل بقى الخلطه اللي هحطها على الفراخ تمام. معلقه كبيره من الكاتشب، معلقه صغيره من مايونيز، معلقه صغيره من المستردة، واقلب كله مع بعضه كده تمام. هغطي عليهم لحد لما الخضار يستوي تمام. اهو كده خلاص الخضار استوى زي ما انتم شايفين كده، والفراخ استوت كله استوى. بصوا مهم قوي زي ما انتم شايفين كده. بصوا الصوص هو مغطي الخضار، ولا هو قليل قوي تمام، ولا هو كتير قوي عشان الخضار ما يتهريش تمام. لو حسيت ان الصوص قليل زودي ميه. او ده الصوص بتاعي. معلقه كبيره من الكاتشب، معلقه صغيره من المايونيز، معلقه صغيره من المستردة، هقلب كله مع بعضه. وهحط على الفراخ وهدخلها في على درجه حراره 180. اول لما يغلي يغلي الصوص كده هروح مشغله الشوايه. الفراخ تاخد لون تمام. بصوا خلاص هي كده استوت زي ما انتم شايفين كده. الخضار كده استوى. هدخلها بقى الفرن تمام. ده شكلها معطله في الفرن حاجه كده اللهم بارك. ان شاء الله تجربوها تعجبكم وطعمها رائع. امشي بس بالخطوات بالظبط هتطلع معاكي ان شاء الله مظبوطه. لو حسيتي ان هي قبل ما تخش الفرن كده الصوص قليل زودي ميه. ان شاء الله تجربوها وتعجبكم. معموله بطريقه صحيه، مقادير مظبوطه، وطعم اكتر من رائع. ان شاء الله تجربوها وتعجبكم.
قدّميها مع رز بالشعرية، إن شاء الله هاعمل لكم فيديو مخصوص عن الرز بالشعرية، فيديو لوحده إن شاء الله. إن شاء الله تجرّبوا الوصفة وتعجبكم. لو عجبِك الوصفة لايك واشترك في القناة، ويا ريت تدعموني بالاشتراك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.